مرحبا أصدقائي. الاستحقاقات القادمة لمنتخبات اليمن للفئات السنية الناشئين والشباب والأولمبي لم يعد لها سوى فترات بسيطة على انطلاق منافساتها، وسنتعرف في هذا الفيديو على استعدادات منتخب اليمن للشباب وعن قائمة اللاعبين الذي اختارهم المدرب الوطني محمد النفيعي من أجل اختيار القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الخليج للشباب التي ستنطلق في شهر أغسطس القادم وبمشاركة 8 منتخبات. وقائمة منتخب الشباب التي اختارها المدرب محمد النفيعي على النحو التالي: أولاً، حراس المرمى: مصطفى سالم حرسي، أنيس الكعبي، أسامة حسن صالح، عدي حسن إبراهيم، عوض عبد الله حمود، شعيب عبد الله جابر. قائمة خط الدفاع: محمد عثمان علي، أحمد جلال محمد، إبراهيم محمد عوض، أسامة عبد الواحد الوجيه، سليم فهمي أحمد، عميد خالد سيف، محمد سنان الحسيني، أحمد رياض مهدي، يزيد سعيد اليزيدي، إبراهيم فهمي اليزيدي، حسن عبد الله محمد، محمد علي صالح. قائمة خط الوسط: عمار ناصر اليزيدي، نايف علي الجيشي، محمد عمر المنصوري، محمود جميل محمود، أحمد ناصر فضل، عبد الله محمد خليفة، خالد جمال السويدان، عيسى عبد الراعوي، أنور نبيل مكرم. قائمة خط الهجوم: عبد الله محمد أبو بكر، أحمد صالح التوتي، حمزة عثمان العمودي، صادق محمد، عبد الله توفيق علي، صقر ناصر اليزيدي، محمد عادل عبده. هذه القائمة التي اختارها المدرب الوطني محمد النفيعي، وقد خلت هذه القائمة من بعض النجوم الذي قدموا مستويات كبيرة، ويسأل الكثيرين لما لم يتم ضمهم إلى القائمة. هل أعمارهم تجاوزت السن المطلوبة لمنتخبات الشباب؟ وإن كانت أعمارهم قد تجاوزت السن القانوني، فإن قائمة منتخب اليمن الأولمبي قد خلت من هؤلاء النجوم، وهم على النحو التالي: عادل عباس، عبد الرحمن الخضر، عصام ردمان، وضاح أنور، عبد الله الدقين، وغيرهم من نجوم الكرة اليمنية. فما هو السبب لعدم ذكرهم في قائمة الأولمبي أو الشباب؟